بسم الله. هنعمل النهاردة غدا بطريقة حلوة أوي إن شاء الله هتعجبكم، بطريقة بسيطة جدا، وغدا اقتصادي جدا جدا ومتوفر في كل البيوت، وطعمه جميل حلو هيعجبكم إن شاء الله وهينور رضاكم، وتكلفته بسيطة جدا، وبصراحة أحلى من اللحمة والفراخ والسمك والكلام ده كله. هنبدأ ونسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا 2.5 كوب رز، هنحط عليهم مج كبير عدس أصفر، وهنغسلهم حلو كده لغاية اما ميتهم تبيض، وعلق عليهم على النار بشوية ملح وهسيبهم يستووا. معايا بطاطس زي ما انتوا شايفين كده، هقشرها واقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة اغسلها حلو، والسمك بتاعها اللي انت عايزاها تخينة، عايزاها رقيقة، انا عملتها وسط عشان تديني قرمشة وطعم حلو والاولاد ياكلوها. لو عايزة لها تتبيلة ممكن تعملي لها تتبيلة اللي هي الدقيق والكركم والكاري والملح والحاجات ديت، بس انا هعملها عادية خالص زي ما انتوا شايفين. وهقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما غسلتها حلو هديلها شطفة كمان وازودها ميه، احطها على النار زي ما انتوا شايفين كده، احط لها ملحها. لو عايزة تديلها افتكاسة فص توم، الفص التوم ده هيديكي فيها قرمشة حلوة برضو وانت بتقليه. واعلق على بيض زي ما انتوا شايفين كده، هحط فيه شوية ملح ونص شقة ليمونة هعصرها وهسيبها فيها عشان الزفارة وما يتسلخش مني. معايا برنجانية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها هقشرها، بس هسيب فيها قطع كده من القشر عشان تديني شكل حلو في البرنجانية بتاعتي. واقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مش هتخن التقطيع بتاعها، هخليه لا رقيق ولا تخين عشان لما اجي احمرها تبقى حلوة معايا وما تتحرقش. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ومعايا فلفلة حراقة وفلفلة خضراء غسلتها وبرضو نقعتها، وحطيت على البرنجان بتاعي ملح علشان لما اجي احمره ما يعملش معايا. وعملت كوباية زيت على النار، سخنتها اول لغايه ما دخنت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وفضيتها على الرز بالعدس عشان يبقى مفلفل حبايه من حبايه، ما يبقاش شابك في بعضه، ويبقى يبقى قطع كده. حمرت البطاطس زي ما انتوا شايفين، وانضف الزيت بتاعي لو في اي بواقي محروقه ما تحرقش وبوظ لي الزيت. هنزل بالبرنجان بتاعي هقليه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هقلي الكميه كلها وعمرها قلي البرنجان. هقلل البرنجان بتاعي، وهنزل بقى هنا معايا معلقتين زيت حلوين، وقشرت البيض بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. واحط البيض بتاعي ياخد تحميرة يبقى مدحرج مع الرز بتاعنا كده، بيبقى حلو في الوصفة ديت. لو عايزة تقليه بسمنة بلدي براحتك، حاجة ترجعلك، بس انا هقليه بزيت علشان يبقى خفيف على الاولاد. وبعد ما دحرجه واحمره بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هنعمل التتبيله الحلوه بتاعتنا بتاعت البرنجان. الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده البرنجان زي ما انتوا شايفين كده، بيبدأ ياخد لون اهوت من كل جميع النواحي، عشان لما تيجي تحطيه على السفرة بتاعتك يدي شكل حلو. بيض مدحرج مع رز بعدس اللي هو الكشري، كشري اصفر زي ما بيقولوا عليه في اسكندرية تقريبا، يعني موجود في الوصفة ديت بيتكلموا عنها يعني في اسكندرية تقريبا، ومشهورة برضو في مصر، حلوة يعني من الاخر. معايا فصين توم زي ما انتوا شايفين كده مطرح البيض، اديلهم تشويحة حلوة، اديلهم تشويحة حلوة لغاية ما ياخد لون دهبي معايا زي ما انتوا شايفين كده.
اهم حاجة تخلي بالك عشان ما يتحرقش منك، ياخد تشويحة وياخد لون اصفر. هنزل عليه بربع كوباية خل زي ما انتم شايفين كده، واسيب الخل يغلي مع الثوم دقيقة كده، وهنزل عليه بفلفل. عايزة تحطي فلفل سبايسي، عايزة تحطي فلفل مشكل الوان زي ما انت عايزة وزي ما يرجعلك. هديله برضو الفلفل تشويحة ان هو يدبل بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنزل عليه بطماطميتين حلوين كده مكعبات، يكونوا ناشفين ما يكونش فيهم مية عشان ما تعمليش عصارة جامدة عليها. يا رب الوصفة بتاعتنا تعجبكم، غدا ظريف وخفيف على قلوبكم. زي ما انتم شايفين كده، هديلها تقلبتين كده على النار وهطفي. هحط ملح وفلفل اسود و7 توابل، مش هحط اي توابل تانية، كفاية اوي كده عشان تديني الطعم. عايزة تحط شطة حمراء، عايزة تحط اي حاجة انت عايزة تحطيها ممكن تضيفيها عادي، بس انا عايزة التتبيلة بتاعتي طعمها يبان على البرنجان والفلفلة، تدي طعم حلو. خلاص بقى كده التتبيلة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت خلصت. هعصر عليها عصرتين ليمون وهطفي عليها النار. الليمون هيديني مزازة مع الخل وطعم حلو، واسقي البرنجان بتاعي والفلفلة. نديله تقليبين واطفي عنه. وتعالوا بقى نحطه على البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. غرفنا سفرتنا رز بعدس اصفر وبتنجان محمر وفلفلة خضراء وفلفلة حراقة وسلطة وبطاطس محمرة وبيض مدحرج. بصراحة غدا حلوة قوي، احسن من اللحمة بجد، وبيفتح النفس. وفي الحر دوت بيبقى الاكل دوت هو اللي مطلوب، ما بنبقاش بقى محتاجين تقالي وحاجات من ديت عشان الجو بيبقى حر. تبقوا عايزين اكل خفيف ما يبقاش تقيل لا مسبك ولا الكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين كده ده الغدا بتاعنا. يا رب يكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتبعتولي في التعليقات ان كانت عجبتكم، واللي يجربها بالطريقة ديت وعجبته ياريت يبعتلي. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.